بتشتكي من زفرة البط وان البط بيطلع معاكي طعمه مش حلو، ومهما عم حطيتيله من بهارات وتوابل برضو طعمه بيطلع مش حلو. طب تعالوا نعمل البط النهارده بطريقة تحفة، وهنعمل معاه اكل بيتي صعيدي بنفس واسرار وتكات الست الصعيدية، والبط هيطلع معاكي مستوي على الاخر وطعمه تحفة. يلا نسمي بسم الله ونشوف عملناه ازاي. اول حاجة لازم ننقع البط في محلول عشان يضيع الزفارة بتاعته خالص. ايه هي المحلول اللي احنا هننقع فيها البط؟ هتجيبي شوية من المية، هتحط عليهم 3 معالق من الملح، هتحط عليهم معلقة من السكر وربع معلقة من الجنزبيل المبشور، وهتعصري 3 ليمونات، الليمون زي ما تحبي، 3 ليمونات 4 ليمونات هتحطيهم في المحلول ده. بعد كده هتحطي عليهم الدقيق ده مكون سحري يا بنات في نظافة البط، يعني أساس نظافة البط وشيلة الزفارة من البط هو الدقيق. هتحط كل الحاجات اللي احنا قلناها مع بعضيها، هتدعكي بإيدك خالص البط بتاعك عشان تدخل كل حاجة احنا حطيناها في المحلول ده في أجزاء البط. حتى لو معاكي أي حاجة زرقة كده من انك انت مسخنة فيها مية أو حاجة وحطيتي فيها دقيق هتبقى بيضة بتلمع، يعني الدقيق ده مكون سحر لأي نظافة بط أو فراخ أو سمك. تحطوله لازم دقيق، هينضف معاكي الحاجة وهيخليها تحفة خالص. وإن شاء الله هتدعيلي دعوة كده حلوة من قلبك على المحلول الحلو ده، لأنه مش هيخلي أي زفارة خالص في الحاجة وهيخلي البط معاكي تحفة. خلاص البط بتاعي بصوا بعد المحلول عمل ازاي، اللهم بارك، يعني بصي بيلمع. وانا كنت منضفاه من الاول اصلا بالنخاله او الرده الخشنه، هتنضف لك الريش اللي من بره ده او اي ريش صغير معاكي في البطه، مش هتخلي لك اي ريش خالص في البطه، بينضف معاكي بسرعه. هتدخليه فيها من جوه ومن بره، هتخلي البطه تلمع معاكي. بعد كده حطيت طبعا حله على النار، حطيت فيها ميه بتغلي، حطيت فيها طماطم، حطيت فيها بصل وجزر، ده طبعا نكهات بتخلي الحاجة طعمها حلو. هتنزل عليها بالبط بتاعك اللي انت منضفاه ومغسول كويس خالص. شايفين مفيش اي ريحة زفارة، يعني بصراحة كانت ريحته تحفة وهو نظيف على الاخر. هترش عليه رشة من الملح، وعشان بعد ما تحطيه على النار بعد نص ساعة، مش تطش على طول، بعد نص ساعة هتعملي له طشة التوم الحلوة اللي هتدي للشوربة بتاعتك نكهة وطعم وريحة. وبرضو البط بياخد من التوم ده، التوم ده انا مفرزاه في الفريزر، والله الريحة بتاعت التوم اللي انا عاملاه بتفضل التاني يوم في المطبخ ريحته حلوة احسن من اللي تكون انت لسه مقشراه ولسه طازة. انا مفرزاه بس يدوب حاطه عاملاه بملح وزيت وخل، بس بصراحه يعني ريحته تحفه. ان شاء الله هعمله معاكم وهنزل الوصفه على القناه. لما توصل خلاص الطشه معاكي للمرحله دي هتطشيها على البط. شايفين البط بيشرب من الطشه دي، بتخلي طبعا الشوربه تروح في حته تانية خالص. لو لقيتي نسبه دسمه عاليه خالص في البط، شيل الدهنه اللي على البط دي كلها، بتخلي يعني حاجات بسيطه عشان الشوربه تبقى طعمها حلو. وتجيب اكياس وتفرزي الدهنة الكتيرة دي تحطيها في الفريزر. لما انت تكوني طبخة حمام او فراخ او اي حاجة يعني تطبخها مش دسمة، هتطلع من الدهنة دي وتحط في الشوربة، هتعزز معاك الشوربة وتخليها تقيلة معاكي، وتخلي الطبيخ اللي انت تطبخيه على الشوربة دي طعم وريحة صراحة فظيعة. انا هعمل معاكم النهاردة خضار مشكل، والخضار المشكل ده هيعوز ايه؟ تقلية او مرق. انا ده حطاه في التلاجة، عاملة مرق من غير طماطم، وعاملة مرق بطماطم، وعاملة بصل كده أخضر، يعني بصل ني. بصراحة هما التلاتة أحلى من بعض. أنا كل نوع من أنواع البصل ده بطلع في وصفات معينة. لما يوصل معاكي للمرحلة دي ويبقى أحمر كده وحلو، هتنزل عليه بالطماطم. أنا الطماطم دي سلقاها في الشوربة، طلعتها ضربتها على الخلاط، كبة أو خلاط اللي معاكي هتضربيها بيها عليها، وهتنزلي عليها على البصل بتاعك. انا عملت الطريقة دي، في طريقة تاني لو انت عايزاها هتجيبي نص معلقة من الثوم وهتشوحي فيه الخضار المشكل الاول، وبعد كده هتحطيه على الخلطة دي. لو انت مش عايزة تعمل الخلطة النوع الاول، اعمل النوع التاني. نزلت عليها بنص معلقة من الفلفل ونص معلقة من البابريكا، وقلبت وما تقلبيهم كويس برضو لحد ما يلفوا معاكي، لازم يلفوا معاكي، والسمنة بتاعتك تتلاقيها بانت كده من الحواف. هتنزل عليهم بالخضار المشكل بتاعك، الجزر طبعا والبسلة والفاصوليا الخضراء. الحاجات دي بصراحة بتبقى عسل في الشتاء، بتقاوم الفيروسات
ومفيدة للجسم اصلا. لو اولادك ما بياكلوش الجزر كده في الطبيخ، حاولي انك انت تدخلوا لهم في اي حاجة تاني، ممكن تعملي مربى وممكن ياكلوه كده يعني عشان مقوي للنظر. بصراحة الحاجات دي يعني الشوربة والاكل الصحي ده في الشتاء بيزود المناعة خالص ويمنع العيا بصراحة يعني. كده خلاص خلصت، بس انت يعني هتحاولي تقلبيها شوية اكتر عشان الخضار المشكل بتاعك يتشرب في البصل بتاعنا والبهارات اللي احنا حطيناها. بعد كده هتنزل عليه بالشوربة. هو طبعا هو برضو مش عشان مفرز ما بياخدش استوى معاكي، ده بياخد سوى، بس انتي ما تحطيش شوربة كتير معاك عشان ايه ما يستويش زيادة، عشان الجزر بيستوي بسرعة. يعني حاولي تحطي شوية شوربة كده قليلين وتغطيه، وبعد شوية تلاحظيه يعني تبصي عليه لقيتيه عايز شوربة تاني تحطي له شوية شوربة تاني، تبص عليه عشان هي ما يتحرقش منك من تحت. شايفين اللهم صل على النبي، يعني لونه بصراحة عسل. وبصراحة يعني الخضار المشكل في الشتاء بصراحة أنا بحب أعمله للأولاد، صحي ومفيد للجسم. كده خلاص خلص، هتغطيه وكل شوية كده هتبص عليه. صلى على الرسول كده في التعليقات عليه الصلاة والسلام. البط طبعا لازم، عايزة تعمل عليه رز بالشعرية، عايزة تعمل عليه لسان عصفور، عايزة تعمل عليه مكرونة. هي الشوربة بتاعت البط تقيلة وحلوة ويتعمل عليها أي حاجة وبتتاكل بشهية. حمرت الشعرية، حطيت عليها الرز. طبعا الرز انت بتغسليه بس ما تنقعوش، تغسليه وتصفيه. هتنزلي بالرز بتاعك على الشعرية، هتقلبيهم كده شوية مع بعضيهم. بعد كده هتزوديها ايه بالشوربة. ما تزوديش شوربة كتير، الرز مش بيحب الشوربة الكتيرة، يا دوب كده تغطي الرز بس. هتظبطي الشوربة بتاعتك وهتظبطي الملح بتاعك. انا بالرز بحب احط له مرقة من الدجاج، بصراحة انا يعني بستخدم مرقة دجاج ماجي، طرية كده وطعمها حلو. انت عايزة تستخدم اي مرقة انت بتحبيها. كمان لو مش عايزة تحطي مرقة للرز، هي كده الشوربة بتاعت البط بصراحة يعني زي العسل، مش محتاجة حاجة. الحاجة طبعا اللي انت مربيها في البيت بتبقى طعمها حلو. لو انت عندك مكان في البيت انك تقدر تربي فيه بط او فراخ او حمام، يا ريت الستات والله تعمل اكتفاء ذاتي لنفسها من الحاجات دي. حاجة انت مربيها على ايدك وحاجة نظيفة، وتعمل اكتفاء ذاتي لنفسك، وبتوفري برضو في حاجات كتيرة، بتوفر لك برضو في حاجات كتيرة. نزلت طبعا ظبطت الملح بتاعي ونزلت عليهم بنص معلقة من الفلفل. انا بحب والله احط اي اكلة بكتر فيها الفلفل الاسود. اولا مفيد للجسم، بيدي طعم حلو حتى للرز. خلاص ظبطت الرز بتاعي وغطيته وهتهدي عليه النار. خلاص كده البط بتاعي استوى على الاخر، بس عايزه ادلعه. وعملت 4 طماطميات، حطيت عليهم قرن فلفل، حطيت على قرن فلفل بارد، حطيت عليهم نص قرن من الفلفل الحراق سبايسي. حطيت التوابل بتاعتي معلقه من الكزبره، نص معلقه من الفلفل الاسود، ونص معلقه من بهارات الفراخ. وعصرت عليهم عصير نص ليمونه. طبعا وظبط الملح بتاعك. بصراحه الخلطه دي بتودي البط في حته تانية خالص، بتخلي البط طعمه كأنك شويها على الفرن. هتحطيهم على النار وهتقلبيهم كويس خالص عشان ايه تشرب من الخلطة دي كلها. بعد كده طبعا هتغطيها وهتسيبيها مع نفسها تاخد كده من الخلطة وتشبع منها. هتشمي احلى ريحة، كانت الريحة جايبة اخر الشارع. حطيت الشوربة بتاعتي وهعمل معاكم الملوخية الناشفة. الملوخية الناشفة دي ما بتاخدش على النار غير يدوب غلوة والتاني، عشان هي اصلا جاهزة. ما بتاخدش غلوتين بس عشان ما تمررش منك او تسود منك، يا دوب غلوه والتانية وتروح طفي عليها. وانا هعمل طشه للملوخيه دي، طشه زي العسل. انا حته الشوربه اللي انا حطاها دي حاطه فيها يعني شويه من الطماطم، يعني حوالي طماطميتين كده عشان هي تعزز لون طعم الملوخيه. خلاص كده بدأت احمر البط بتاعي. انت لو عايزه تحمر البط بتاعك بالشكل ده حمريه، لو مش عايزه تحمريه وتحطيه على الفرن بس تحطي عليه معلقه من السمن البلدي وتزجيه على الفرن، بصراحه تبقى طعمه تحفه. بس انا حبيت النهارده يعني احمره عشان انا محمراه بسمنه بلدي. لو هتحمريه انت عايزه تحمريه بزيت، بس حمريه بزيت يكون نظيف، مش زيت له ريحه يضيع لك طعم البط خالص. شايفين اللهم صل على النبي، كانت ريحتها بصراحه تحفه، وهي كانت تحفه، والاكل اللي انا طبخاه عليه كان تحفه. يا رب الفيديو يكون عجبكم وما كنش طولت عليكم. لو الفيديو عجبك اعملي لايك للفيديو واشتركي في القناة عشان القناة تكبر بيكم، وادعمينا ان شاء الله كده. ويا رب الفيديوهات اللي جاية تبقى احلى واحلى.
واحب اشكركم برضو على كل التعليقات الحلوة اللي انتوا بتكتبوها ليا على القناة، وانا والله برد على كل تعليق حلو. يا رب يدومكم ليا، ويا رب يخليكم على كل تعليق حلو بتكتبوه ليا.